السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جلاش باللحمه المفرومه. خلطه بسيطه وجميله جدا، والطعم في الاخر تحفه. محتاجين انتوا شفتوا معايا الصوره طبعا على الانستجرام من فتره، فده اللي هنعمله مع بعض. ومحتاجين فيه عجينه الجلاش بتاعتنا، والحشوة مع لحمة مفرومة، فلفل ألوان، طماطم وده اختياري، وزيتون برضو ده اختياري، وبصل. ومحتاجين بعد كده طبعا زبدة أو سمنة، وبضاية ولبن. ومحتاجين جبنة موتزاريلا، ودي برضو اختياري، ممكن تستغني عنها. لكن هتعملي الخطوات دي هتطلع معاكي الجلاش تحفة. يلا نبتدي مع بعض مع أول خطوة. هنشوف هنعمل ايه. حطيت البصل والسمنة وحطيت عليها البهارات والقرفة، وهنبتدي نقلبهم ونسيبهم بقى ياخدوا لون كده شوية، وبعد كده هنحط بقية المكونات بتاعتنا. كده خد لون، هننزل بقى بالمكونات بتاعتنا. خلاص، وهنحط عليهم فلفل اسمر كده حبايبي، وهنبتدي نقلب مع بعض. ده كده شكلها بعد ما خدت لون شويه. هنزل بقى بعد كده باللحمه المفرومه بالشكل ده، ونحط عليها ملح وكمون وشويه قرفه صغيرين تاني وزعتر، ونقلبهم مع بعض. بعد كده حطيت لها شويه صلصه صغيرين جدا زي ما انتم شايفين، وعليهم رشه سكر علشان نسبه الحموضه. وهنحط معيار ربع كوبايه ميه بس بعد ما نحط البصل البودر والثوم البودر. حطيت توم باودر وبصل باودر، تقدري تستغني عنهم عادي، تقدري تحطي فص ثوم ما تقطعيه صغير. وحطيت رشه جنزبيل بدل الشطه، حاجه بسيطه عشان تدي ريحه وطعم. وبكده اسيبها بقى تستوي، ولما تستوي هنشوف هنعمل ايه بعد كده. ما استوت معانا بقى الجلاش، طبعا محطوط على الورقه بتاعته علشان الرخامه. دول حوالي 8 طبقات، كل طبقه 2. خلاص، هعمل هنا هحط شويه سمنه. خلاص، وهحط كمان زيت. انا بحب احط الزيت لان الزيت بيساعد برضو ان الحاجه ما تتحرقش قوي، وبيطلع البطن بتاعها او القاع بتاعها يعني بيبقى ابيض، مش بيبقى محمر قوي. خلاص، هحط شويه زيت كمان، وهبدا احط الجلاش بتاعي. في طريقه ان انت تقدري تحطي الصينيه بالمقلوب على الجلاش وتحددي المساحه بتاعتها، وتبداي تقطعي كل الزوايد وتحطيها في النص بين الطبقات. فدي طريقه حبيت يعني اقولها لك. خلاص، لكن في طريقه تانية ان انت بتحطي الطبقه كده. خلاص، ونبتدي نتني وهنشيل الزوايد في الاخر. وكل طبقتين او 4 زي ما انت حابه بتحطي، يعني الزبده دي اختياريه ليكي انت. خلاص، يعني حاجه اختياريه ليكي فكده علشان يبقى كل الحواف قد بعضها. ابتدي برضو اتني كده من على الجناب، وما تخافيش الخرطه هتطلع زي ما انت شفتيها معايا على الانستجرام بالظبط. خلاص كده بالشكل ده حبايبي تنيت. خلاص، هبتدي بقى احط الزبده بتاعتي او السمنه، واحط الطبقتين التانيين لحد ما اخلص 4 طبقات اللي هما 8 ورقات يعني. ونحط اللحمه في النص بالشكل كده. خلاص، هحط 2 كمان. دي اخر طبقه كده اللي هي ال4 الاولانيين. خلاص، بنفس الطريقه. ممكن في طريقه تانية ان انت تفردي كل الورق فوق بعضه بالشكل ده. خلاص، وفي الاخر تجيبي السكينه وتقطعي كل الزوايد دي وتحطيها في النص. يعني دي طريقه تانية برضو انا ساعات بعملها، ان انت تحطيهم زي ما هما كده، وفي الاخر تجيبي السكينه من كل جانب تروحي قطعه، والزوايد دي تحطيها في النص قبل اللحمه فعلشان ما ترميش حاجه. وفي الطريقه دي ان انت تتني وفي الاخر تروحي مقطعه الزوايد بقى عشان من على الجناب كده، بحيث ان هي كلها تبقى سوا واحد، ما يبقاش في حاجه طالعه. خلاص كده. والزبده زي ما انت حابه، يعني انت لو مش عايزاها دسمه ما تحطيش زبده كتير عشان ما تبقاش دسمه عليكي، او سمنه كتير بالشكل ده. خلاص، هبتدي بقى دلوقتي احط الخلطه بتاعتي اللي هي اللحمه. كده حطيت اللحمه، هبتدي ان انا اسويها. خلاص،
تبقى واصله لكله. هنا بقى ليكي الحريه ان انت تحطي زيتون ولا لا. هو الزيتون بيدي طعم، زي ما انتوا شفتوني كنت حاطاه على الانستجرام بالزيتون من فوق ومن جوه كمان، فبيبقى طعمه حلو جدا. والزيتون زي ما انت حابه. خلاص انا كده وزعت اللحمه كويس بشكل متساوي. هبتدي كأنك بتعملي بيتزا، يعني كأنك بتعملي بيتزا. الزيتون بيبقى من فوق الوش كده بيبقى حلو. خلاص وهنحط مع بعض برضو شوية موتزاريلا بسيطة كده حبايبي، رشيت عليه شوية موتزاريلا بسيطة. خلاص كده بقى الخلطة معاكي تمط. ممكن تقدري تعملي دلوقتي تسوي الجزء ده، تشيلي الاجزاء دي وتحطيها، يعني انا هقطع اللي هي الاجزاء العالية دي، حطها كده على اللحمة. خلاص هي الاجزاء العاليه بس، يعني مش هقطع. فدي طبعا اختياريه، تقدري عايزه تقطعيها تقطعيها، لكن عشان بدل ما تترمي. خلاص كده هبتدي برضو احط بقى طبقتين تاني من الورق بتاعي. خلاص بالشكل ده. واضغط واتني بقى، وبكده لحد ما اخلص لاخر طبقه، وهنشوف مع بعض اخر طبقه هنعملها ازاي. كده حبايبي دي اخر طبقه. هبتدي بقى ان انا اجيب السكينه بتاعتي دي او دي عادي. خلاص وابتدي ان انا اشيل الزوايد اللي على الجنب دي بالشكل ده. خلاص وما تخافوش مش هنرمي ده خالص، بالعكس هقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. لكن عشان تسوي الصينيه بتاعتك وتطلع مظبوطه. خلاص معاكي. خلاص انا هعملها كده برضو. خلاص هشيل بس كل ده كده حبايبي، ده زياده. خلاص لو انتي مش عايزه ترميه مش هنرميه. خلاص كل اللي انتي هتعمليه قبل ما تحطي السمنه، هتطلعي الطبقه بقى اللي احنا فردناها مع بعض دي. خلاص بالشكل ده. بس عشان السمنه ما تلزقش هطلعها كده تاني. خلاص انا كده اوريدي عملتها، وابتدي ان انا افرد الاجزاء الصغيره دي من جوه كده في النص. ما احاولش ان انا اطلعها لبره، ما تخافوش مش هتاثر ولا حاجه، هتطلع الخرطه بالخرطه بتاعتها برضو. خلاص دي حاجه بقى، انت لو مش عايزه ترمي حاجه عشان مستحرمه مثلا حاجه حرام وكده ان احنا نرمي، اهو بالشكل ده. خلاص وهنحط عليه زبده عشان يبقى طري معانا، عشان هو اكيد نشف بالشكل ده. خلاص وهنبتدي نجيب الطبقه بتاعتنا اللي احنا سويناها ونحطها عليها عادي بالشكل ده بس كده، وتضغطي كده. انتي ما رميتيش اي جزء خالص من الجلاش، والصينيه بتاعتك زي ما انتي شايفه مستويه من على الاطراف اهي. هنبتدي بقى نحط طبقه الزبده الثانيه الاخيره وخلاص. تكوني طبعا مشغله الفرن على الدرجه بتاعتك المتوسطه اللي انتي عارفاها، 180 او اقل او اعلى، عشان في يعني بوتاجازات بتختلف عن بعضها في حراره الدرجه. هي عايزين درجه متوسطه. خلاص مش عاليه قوي. هبتدي بعد كده اقطعه بالسكينه بقى. خلاص هقطعها قطع متساويه، فهقطعها ونشوف مع بعض كده. لازم تقطعي الخرطه بتاعتك. خلاص انا هقطعها ونشوف في الاخر. عشان بس اللي عايز يقطع متساوي بتعملي بالاصابع بتاعتك، بتقيسي بالاربعه او بالخمسه زي ما انت حابه. انا بقيس بالاربعه وبحط السكينه جنبها وابتدي اقطع بطرف السكينه، مش تمسكي كده لا، بطرف السكينه
كده وهي اتقطعت معاكي بسهوله كده بالشكل ده، وتعيدي عليها تاني بس عشان لو فيها اي حاجه لازم تفتحيها لتحت. خلاص، وبكده هدخلها الفرن. انا كنت مشغلاه قبلها، هدخلها بس لحد ما نعمل الخلطه بتاعتنا التانية اللي هتتحط من فوق. انا حطيتها في الفرن بنفس الطبق اللي فيه الزبده، بدل ما ترمي دول. اوكي، هنحط عليهم كوبايه وربع لبن. طبعا الكميه دي زي ما انت حابه. انا هقلبهم بس في السمنه الاول. خلاص، هي كمان الزبده هتسيح وتديكي لون. خلاص، وهكسر بيضايه. في ناس بتحط شوربه عليها، بس انا مش بحب يعني شوربه، بحبها باللبن. خلاص، ابتدي اقلب كده لحد ما تتخلط البيضايه، واكمل كميه اللبن بتاعي. خلاص، انا بس عشان الطبق مش هيقضي. هحط هنا بقيه اللبن برضو واحده واحده كده. خلاص، وهحط عليه شويه فلفل عشان طبعا الزفاره زي ما احنا عارفين، زي ما بنعمل في البشاميل بالظبط، وشويه ملح، واقلبهم. هي دي اللي هتتحط على الجلاش من فوق، وهتخليه طري جدا جدا جدا. خلاص، انتي بس بتدخليه لحد ما تقلبي الخلطه دي وبتسقيها بيها كلها. انا حاطه كوبايه وربع، انتي تقدري تحطي كوبايه لبن عادي براحتك. انا بحب اللبن زياده شويه. خلاص، فهنجيب دلوقتي ونسقي مع بعض الجلاش. ما تخافيش، بيبقى طري وجميل والله، وكمان لما بيبقى ساقع بيبقى جميل جدا، لان انتي حاطه له كميه لبن. طبعا اللي فوق الاصفر ده كان الزبده، شايفين كميه اللبن دي كلها هتتشرب. طبعا دي كوبايه وربع زي ما قلتلك، تقدري تخليها كوبايه بس بفتح للبن عشان ينزل. خلاص، كده هنشوف بقى مرحله بعد ما يتشرب مننا. خلاص، انا هحط الكميه كلها قدامكم اهي. ده اللي بيخلي اللون اللي انتوا شفتوه معايا على الانستجرام هو ده شكلها. انا بعملها كده. خلاص، هبتدي بقى دلوقتي ادخلها الفرن كده، اتشربت كلها. خلاص، ادخلها الفرن بقى تاني تستوي بقى مع نفسها كده. اللبن والجلاش هياخدوا من طعم بعض، لان الجلاش لسه هيستوي مع اللبن، فهياخد طعم اللبن، هيبقى طعمه جميل جدا. فهندخله مع بعض الفرن وهنشوفه لما يطلع. نهائي حبايب قلبي، هشه وطريه. دلوقتي تقدري تغطيها علشان تفضل طريه، وتخليها في الفرن زي ما هي، او تطلعيها بره وتغطيها عشان تفضل طريه. ولما تاكليها كمان وهي ساقعه طالعه من التلاجة بيبقى طعمها جميل جدا، مش محتاجه ان انت اصلا تسخنيها، بجد بيبقى طعمها تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتاكلوها وهي سخنه وهي ساقعه، وتحكموا بنفسكم. واشوفكم ان شاء الله على خير، وهسيبكم بقى مع طبق التقديم، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه. تاني يوم حبايبي، لسه طالعه من التلاجة. ده الظهر بتاعها. حبيت اقلب لكم واحده عشان تشوفوا ظهرها مش محروق ولا حاجه، ابيض. كل الجلاش كده كله من تحت كده. دي واحده تانية على ظهرها. كمان طعمها حلو جدا جدا جدا. بصوا، طريه جدا اهي، مفيش صوت قرمشه خالص، طريه قوي. اتمنى بقى تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله.